السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة وطالبات ميدل 3. هنا ما زلت مكمل معاكم في شرح أو عمل مراجعة نهائية لمنهج كمبيوتر ميدل 3 أو بريب 3 اللي هي المدارس اللغات. وده كده يعتبر الجزء الثاني من المراجعة اللي أنا مخصصه لشرح جزء مهم جدا في تشابتر 1 اللي هو بيتكلم تحديدا. طبعا تشابتر 1 اللي هو بيتكلم على البروبلم سولفنج، لكن قلت لكم في الجزء الاول ان في جزئيه كده مهمه جدا وبتيجي تقريبا سؤال كامل في الامتحان، واحيانا ممكن تيجي اكتر من سؤال، فبالتالي ما ينفعش ان انتوا تفوتوها. هتكلم عن موضوع الفلو تشارتس، فيلا بينا نبدا سوا. فمبدئيا كده لازم نبقى عارفين ان الفلو تشارت بيتقسم لثلاث انواع. اول نوع من انواع الفلو تشارت اسمه السيمبل فلو تشارت، وتاني نوع البرانش او الديسيجن، وتالت نوع اسمه اللوب. طيب نبدا بالسيمبل فلو تشارت. هو اتسمى كده نتيجه ان هو لما تيجوا مثلا تبصوا على كل الاكسرسايزز او الاكزامبلز اللي معموله عليه، هتبص هتلاقوا ان في النهايه لما باجي ارسم الفلو تشارت هبص الاقي ان هو عباره عن يعني حاجات كده ستريت، او مثلا بتبقى ستيبس كده ثابته واساسيه طول الوقت مهما كانت المساله ومهما اختلفت تفاصيل المساله، لكن في النهايه لما باجي احل المساله بتاعته ببص الاقي ان هي في الاخر او في النهايه هي بتبقى خطوات ثابته وواضحه، عامل بالظبط زي واحد كده عنده روتين يومي، كل يوم بيصحى الصبح بينزل يروح الشغل يرجع من الشغل وهكذا. يعني فكره او فكره السيمبل فلو تشارت ان هي في النهايه خطوات ثابته وواضحه، ما فيهاش تفكير، ما فيهاش مثلا تريكات، ما فيهاش مثلا حاجات مثلا توقف الدنيا، لا. فبالتالي طبعا كل المسائل بتاعتها هي مسائل سهله وبسيطه، مجرد بس تفهم الكونسبت بتاعتها وتعرف ازاي بتحل او تتعامل مع المعطيات بتاعتها، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط خالص، ما فيهوش اي مشكله. النوع التاني بقى اللي هو البرانش او الديسيجن. اولا كلمه برانش يعني فرع، وديسيجن يعني قرار. فالبرانش او الديسيجن طبعا خدوا بالكم في النهايه ان انا دلوقتي لما بتكلم على الفلو تشارت، هو الفلو تشارت هو عباره عن ريبريزنتيشن كده او زي جراف كده بيمثل في النهايه شكل او الشكل اللي هيبقى في النهايه الابلكيشن بتاعي هيشتغل عليه. فالسيمبل فلو تشارت مثلا ده بيتعمل في حاله مثلا ابلكيشن بيشتغل بشكل ستريت، عامل زي مثلا كالكوليتور تديها ارقام تحسب تطلع لك ناتج، ما فيهاش اي تريكات خالص يعني. لكن مثلا في النوع الثاني البرانش او الديسيجن ده فلو تشارت بيبقى معمول لابلكيشن بيبدا يستلم من اليوزر. يعني مثلا في المرحله دي هو هيستلم من اليوزر انبوت معين. في مرحله معينه لما هيستلم الانبوت هيبدا ييفالويت الانبوت. يعني ايه ايفالويت الانبوت؟ يعني هيبدا يسال سؤال على الانبوت دوت، وبناء على اجابه السؤال ياخد قرار معين. زي بالظبط مثلا اجي اقول ايه، واحد مثلا في السيمبل فلو تشارت هو متعود طول الوقت مهما كانت الظروف بيصحى الصبح يروح شغله، او بيصحى الصبح يروح مدرسته ويرجع من المدرسه وهكذا. لكن مثلا برانش او ديسيجن دوت عامل زي واحد مثلا يقول لك ايه، انا لو صحيت الصبح ولقيت الدنيا بتشتي يبقى مش هروح المدرسه، لكن لو لقيت الدنيا الظروف الجويه كويسه وكل حاجه هروح عادي المدرسه، مفيش اي مشكله. فبالتالي هنا هو هياخد القرار او هيعمل الحاجه اللي هو كان متعود يعملها قبل كده، بس بناء على ايه؟ بناء على ظروف معينه او بناء على عامل معين. فالبرانش او الديسيجن بيشتغل بنفس الفكره، ان هو ابلكيشن هيستلم من اليوزر انبوت معين، هيبدا ييفالويت الانبوت او هيسال سؤال على الانبوت دوت، وبناء على اجابه السؤال هياخد قرار. لو مثلا بيس هياخد قرار معين، لو بنو هياخد قرار تاني خالص. ماشي؟ ده فكره البرانش او الديسيجن. النوع الثالث اسمه اللوب، وكلمه لوب معناها تكرار يعني، او بالعربي كده بيسموها الحلقات التكراريه. وده الفلو تشارت ده او النوع ده من الفلو تشارت انا بعمله في حاله ابلكيشن بيبقى في جزء معين منه بيعمل حاجه اسمها ريبيتيتيف تاسكس او مهام متكرره، حاجه بتتكرر اكتر من مره. خلاص؟ فطبعا من خلال الفيديو ده هشرح لكم كل نوع بالتفصيل، وهضرب لكم اكتر من مثل او اكتر من اكزامبل عليه. فتعالوا نبدا سوا باول نوع عندنا اللي هو السيمبل فلو تشارت. فزي ما قلت لكم سمبل فلو تشارت هو في النهايه لما باجي ارسمه، او هو بيمثل في النهايه ابلكيشن بيشتغل على ستيبس ثابته واضحه، ما فيهاش اي تريكات، ما فيهاش اي مشاكل في النص. فبالتالي تعالوا يعني نفهم اكتر سمبل فلو تشارت من خلال اكسرسايز. في الاكسرسايز ده بيقول لي draw a flowchart for a program that will calculate the sum of two numbers entered by the user and display the result.
فهو خدوا بالكم ان انا لازم لو جات لي مساله زي دي في الامتحان لازم اقرا المساله مره واتنين وافهم بالظبط هو عايز ايه، عشان ابدا اكون صوره في دماغي لطريقه الحل بتاعتها. فهنا هتبص هتلاقوا يعني الطلب الرئيسي في الاكسرسايز ده ان هو عايزني في النهايه ارسم فلو تشارت. تمام. طيب for a program that will calculate the sum of two numbers، يعني عايزني اعمل فلو تشارت البرنامج ده هيكالكوليت يعني يحسب sum of two numbers يعني مجموع رقمين. طب الرقمين دولت البرنامج هيعرفهم ازاي؟ enter by the user، يعني هيتم ادخالهم من قبل الايه، عن طريق اليوزر يعني، والبرنامج في النهايه هيديسبلاي الايه، هيديسبلاي الريزلت. طيب ازاي احل مساله زي دي؟ الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش اي مشكله، بس اهم حاجه بس يبقى طريقه تفكيري منظمه. فاحنا اتفقنا مع بعض ان احنا في يعني تشابتر 1 الهدف الاساسي منه ان هو بيعلمني مبدا اسمه البروبلم سولفنج، ازاي احل مشكله، ازاي اقدر اوصل لهدف معين من خلال ستيجز او من خلال مراحل. فاتفقنا مع بعض ان اول مرحله عندنا هي مرحله الايه، مرحله البروبلم ديفينيشن. طيب في البروبلم ديفينيشن لما اجي عند المرحله دي لازم احدد 3 حاجات من المساله اللي قدامي. اول حاجه لازم احدد ايه الاوتبوت بتاع البرنامج، تاني حاجه لازم احدد ايه الانبوت اللي هيدخل للبرنامج، تالت حاجه لازم احدد طريقه البروسيس او السوليوشن اللي هيستخدمها للبرنامج للوصول الى الاوتبوت. طيب بالنسبه للمساله بتاعتنا لو احنا حبينا كده يعني نحللها كده باختصار شديد جدا، هو عايز مني ايه؟ هبص على ان هو بيقول لي ان انت عايزك تعمل فلو تشارت البرنامج، تمام، that will calculate the sum of two numbers. يبقى البرنامج ده بمنتهى البساطه هيبقى فيه طرفين، طرف اليوزر وطرف الابلكيشن بتاعي. فاللي هيحصل ان اليوزر هيقوم بعمليات او هيقوم بعمليه انبوت، والانبوت هنا هيبقى عن طريق ان هو هينبوت تو نمبرز. فالبرنامج هيستلم من اليوزر فيرست نمبر، هيستلم من اليوزر سكند نمبر. فاليوزر هيكتب اي نمبر، اي فيرست نمبر واي سكند نمبر. تمام. دور البرنامج ان هو لما يستلم الارقام دي ياخدهم ويستلمهم، تمام، ويعمل او ينفذ عليهم بروسيس او سوليوشن معين، اللي هنا البروسيس او سوليوشن اللي هي هتبقى عمليه الاديشن او عمليه الجمع. وبعد ما ينفذ عمليه الجمع يظهر الريزلت لما مثلا اضغط على زرار اللي اسمه السمنه. تمام. ده في النهايه المفروض ان ده شكل الابلكيشن اللي انتوا ان شاء الله في الترم الثاني هتتعلموا بقى ازاي بالفعل تصمموه، والاهم ازاي تكتبوا الكود بتاعه. طيب الموضوع يعني الفكره دلوقتي خلاص انا حددت الاوتبوت وحددت الانبوت، بس في هنا تريكه مهمه جدا دي بتحط حجر اساس لكل المسائل اللي جايه، لكل الانواع اللي جايه. ان انتوا خدوا بالكم من حاجه، ان دلوقتي اليوزر لما بيجي يدي او يسلم للبرنامج انبوتس معينه، البرنامج لما بيستلم الانبوت ما عندوش ايد يمسك بيها الانبوتس ديت، ما عندهوش مثلا يعني ما عندوش مثلا زي ايه اي حاجه كده صندوق يحط فيها الكلام ده كله. لا، هو في النهايه لازم اخد بالي ان البرنامج ده بيشتغل في سيستم اللي هو كمبيوتر يعني سيستم، وبالتالي البرنامج لما بيجي يستلم الانبوتس ديت بيتعامل مع هاردوير معين كده، المفروض ان انتوا درستوه قبل كده في المناهج اللي قبل كده في يعني قبل ميدل 3. بيخزن الكلام ده في كومبوننت كده او في هاردوير مهم جدا في جهاز الكمبيوتر اسمه الميموري، وتحديدا اهم نوع في الميموري في اي جهاز كمبيوتر اسمه الراندوم اكسس ميموري او اللي احنا بنقول عليها الرام. طيب فاللي بيحصل ان الابلكيشن لما بيجي يستلم الانبوتس بياخد كل انبوت من دولت ويخزنه في الرام في حاجه اسمها الفاريبل، في حاجه اسمها ايه، الفاريبل. وكلمه فاريبل يعني متغير. طب ليه متغير؟ لان في الغالب الداتا اللي انا بستلمها من اليوزر ما بتبقاش ثابته، يعني مش في كل مره بيسبلاي نفس الايه، نفس الانبوت، يعني مش كل مره عايز يجمع تو نمبرز في كل مره بيديني نفس التو نمبرز عايز يجمعهم. تمام. لا، في كل مره ممكن يديني ديفرنت نمبرز. طيب فالفكره بمنتهى البساطه ان دلوقتي البرنامج لما بيستلم التو نمبرز او هيستلم ايا كان التو نمبرز اللي هم الانبوتس، يعني بياخد كل نمبر من دولت ويبدا يخزنه في الميموري في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها فاريبل. طب ايه اهميه الكلام اللي انا بقوله؟ اهميه الكلام اللي انا بقوله ان انا لازم وانا يعني بادنتيفاي او لازم وانا بحدد الانبوتس والاوتبوتس لازم احدد اسماء الفاريبلز. يعني ايه؟ يعني كل فاريبل، يعني مثلا دلوقتي الفيرست نمبر ده المفروض ان انا ناوي اخده من اليوزر واخزنه في الرام في فاريبل، فالفاريبل او المكان اللي انا هخزن فيه الداتا ده، تمام، لازم اديله اسم. طب هل الاسم ده يعني حاجه ثابته كده واضحه؟ لا، اي اسم، بس المهم ايه، يعني يفضل ان انا طالما في الترم الاول لسه ما عرفتش الرولز او القوانين بتاعه كتابه الاسامي،
فيفضل ان انا التزم بالاسماء اللي هو ايه، يعني اسماء بسيطه وسهله زي A و B، زي num1 و num2 x و y وهكذا، حاجات بسيطه وسهله يعني. تمام. فانا مثلا دلوقتي هفترض ان انا هيبقى اول فاريبل الخاص بالفيرست نمبر هسميه ايه، والسكند نمبر اللي انا هستلمه من اليوزر اللي انا برضو هاخده واخزنه في الميموري وليكن مثلا هسميه بي. يبقى انا دلوقتي المفروض ان انا دلوقتي هستلم من اليوزر تو فاريبلز. تمام. اول فاريبل ده هسميه ايه، تاني فاريبل هسميه بي. طيب السؤال بقى دلوقتي، المفروض ان الابلكيشن لما جه استلم الفاليوز ديت وخزنها في الميموري اللي هم الاي والبي، المفروض ان هو بعد كده هيعمل بينهم بروسيس اللي هي عمليه الاديشن او عمليه الجمع، والجمع دي او العمليه دي هيظهر منها ناتج او هيطلع منها ناتج. طيب الناتج ده هيتخزن في الهواء؟ لا، لابد برضو انه يتخزن في الميموري. فبالتالي لابد يبقى عندي فاريبل ثالث هخزن فيه الاوتبوت او هخزن فيه الناتج بتاع عمليه البروسيس، وليكن مثلا هسميه سي. تمام. يبقى انا دلوقتي بقى عندي 3 فاريبلز، فاريبل خاص او 2 فاريبلز خاصين بالانبوتس. تمام. فانا هنا عشان عندي 2 انبوتس اللي هم الفيرست نمبر والسكند نمبر، فالفيرست نمبر هخزنه في مكان لوحده في الميموري هديله اسم A. تاني فاريبل هخزنه في مكان لوحده في الميموري هديله اسم B. وتالت فاريبل ده عباره عن ناتج البروسيس اللي هتحصل بين الاي والبي وهسميه سي. ماشي. فالحته دي مهمه جدا جدا، موضوع ايه، موضوع الفاريبلز. هتلاقوا كل المسائل بقى سواء بتكلم بقى في النوع الاول او النوع الثاني او النوع الثالث، هتلاقوا كل المسائل بيتعامل مع فكره ايه، الفاريبلز دي. خلاص. طيب فتعالوا بقى نرجع تاني لطريقه الحل. احنا اتفقنا مع بعض ان دلوقتي انا عشان احل المساله اللي قدامي فمحتاج ان انا هبدا امشي على الستيجز زي ما اتعلمت. البروبلم ديفينيشن، بروبلم ديفينيشن بحدد فيها 3 حاجات: الاوتبوت والانبوت والبروسيس او السوليوشن. طيب فهسال نفسي دلوقتي ايه الاوتبوت بتاع البرنامج، يعني باختصار شديد هو البرنامج ده معمول عشان ايه، عشان يعمل لي ايه. فلو رجعت المساله هلاقيه بيقول لي ان اعمل لي فلو تشارت للبروجرام ذات ويل calculate the sum of two numbers. يبقى هو ده الهدف من الايه، ده الهدف من البرنامج. ماشي. طيب فالاوتبوت بتاع البرنامج هو السم of two numbers. طيب وهقول لكم على تريكايه برضو كده وانتوا بتحلوا المسائل بتاعه السمبل فلو تشارت، هتبصوا هتلاقوا ان غالبيه المسائل دي بيستخدم كلمتين الاثنين ذا سيم مينينج، يا اما كلمه calculate يا اما كلمه compute. طيب الاثنين ذا سيم مينينج، الاثنين معناهم يحسب. خلاص. فطالما لقيت ان لقيت الكلمه دي في المساله سواء كلمه calculate او compute، تمام، اللي بعدهم على طول ده الاوتبوت. خلاص. يبقى هنا بالنسبه لي الاوتبوت هو الايه، sum of two numbers. طيب ايه الانبوتس بقى، المدخلات بتاعه البرنامج هم two numbers. ما هو دلوقتي البرنامج يعني معمول او انا هعمله اساسا عشان يحسب two numbers. طب هو two numbers دولت البرنامج هيعرفهم ازاي؟ هو راح مكمل قال لي ايه، entered by the user، يعني سيتم ادخالهم من قبل اليوزر. طيب فبالتالي هقول له ايه بقى، ازاي اكتبهم له؟ هنا بقى لازم اكون ايه، يعني لازم اكون اكيوريت كده او ادخلهم بشكل بروفيشنالي. تمام. فهنا هقول له ايه، هقول له ان الانبوت هو عباره عن فيرست نمبر، واروح مديله بعد كده اسم الفاريبل اللي انا هخزن فيه الفيرست نمبر، واروح جاي اعمل له بتوين براكتس كده حرف الاي مثلا. تمام. كوما سكند نمبر بتوين براكتس بي. يبقى ايه موضوع A و B؟ الفكره ان انا دلوقتي الانبوت اللي انا هستلمه من اليوزر هو عباره عن فيرست نمبر، فعايز اوضح له ان الفيرست نمبر ده لما انا هاجي البرنامج لما هيجي يستلمه ويخزنه في الميموري هخزنه في فاريبل انا سميت الفاريبل ده ايه. تمام. طيب وسكند نمبر اللي انا هستلمه من اليوزر ده برضو تاني انبوت، برضو لما البرنامج هيخزنه في الميموري هيخزنه في فاريبل انا سميته بيه. طيب ايه البروسيس او السوليوشن اللي الابلكيشن هيقوم بيها؟ البروسيس او البروسيس او السوليوشن اللي هي العمليه الحسابيه يعني اللي البرنامج هيستخدمها في الحل، تمام، او في الوصول للاوتبوت، ان هو هياخد الفاريبل بتاع ايه هيجمعه على الفاريبل بتاع بي. طيب انتم متعودين في الماث ان انتم بتمشوا او لما بتيجوا تنفذوا اي ايكويشن بتمشوا فروم ليفت تو رايت. تمام. احنا عندنا في البروجرامنج اللي بيحصل ان احنا بيمشي العكس، ان هو بيمشي رايت تو ليفت. يعني ايه؟ يعني بيبقى فيه كده كومبوننت اسمها الكومبايلر اللي هو اللي بيعمل عمليه ترجمه الكود. فالكومبايلر وهو بيقرا كود زي ده مثلا لما هيجي ينفذ حاجه زي كده ان هو a بلس b،
هيعمل عمليه الاديشن ما بينهم، والناتج مش هيجمعوا على ناحيه اليمين، لا هيجمعوا ناحيه الشمال. يعني في النهايه ان الاي والبي الناتج بتاعهم هيبقى ايكوال سي. فالنهايه المفروض ان المعادله بتتقرا من الشمال لليمين، سي ايكوال اي بلس بي. تمام. طيب هو اتفقنا مع بعض ان الاي هو ده عباره عن الفيرست انبوت، البي سكند انبوت. المفروض ان البروسيس او السوليوشن هي عمليه الاديشن او الجمع. الناتج بتاعهم هخزنه في فاريبل اسمه ايه؟ في فاريبل اسمه سي. دي طريقه تيبيكال او طريقه الايه البيرفكت، اللي انت لو جالك سؤال في الامتحان زي دوت وهتجاوب بالمنظر ده، دي البيرفكت انسر. تمام. البروسيس او سوليوشن ان انت تبدا باسم الاوتبوت بتاعك ايكوال الايه؟ ايكوال الانبوت. تمام كده. طيب فدي كده ايه يعني، عايز اقول لكم ان الموضوع خلاص انا تقريبا حليت 70% من المساله. ليه بقى؟ لان المفروض دي الخطوه الاولى، لان انا لغايه دلوقتي ما حليتش المساله. ليه؟ لان هو مش عايز مني بروبلم ديفينيشن، هو في النهايه طالب مني ايه؟ طالب مني فلو تشارت. طيب هو الفلو تشارت اساسا عشان يترسم لابد يبقى فيه حاجه اسمها ايه؟ لازم يبقى فيه حاجه اسمها الجوريثم. لان هرجع افكركم كده ان انا لما شرحت لكم في الجزء الاول قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان الفلو تشارت هو عباره عن ريبريزنتيشن ميثود للايه؟ للالجوريزم. ففي النهايه لازم يبقى عندي الجوريزم عشان يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي فلو تشارت. طيب فميزه بقى النوع دوت في الفلو تشارت او النوع دوت تحديدا، يعني ان انا هنا خلاص انا حددت الايه؟ حددت الاوتبوت، حددت الانبوت، وحددت الايه؟ وحددت البروسيس او السوليوشن. عايز اقول لكم ان انا في الالجوريزم كل اللي انا هعمله هبدا بستارت وهنتهي باند، وهيبقى بينهم الثلاثه دول بس بترتيب مختلف. ازاي؟ تعالوا دلوقتي خلاص احنا عايزين نكتب الايه؟ عايزين نكتب الالجوريزم. طيب في ميزه اتفقنا مع بعض ان اهم ميزه او احلى ميزه في السمبل فلو تشارت ان ايه؟ ان هو عباره عن ستيبس ثابته وواضحه طول الوقت. تمام. طيب اول ستيب عندي وانا مغمض في السمبل فلو تشارت وفي كل الانواع اللي جايه، ان في الالجوريزم لابد ان انت تبدا ب نمبر 1. اول ستيب عندي دايما هي ستارت. لازم دايما تحدد ان البرنامج بدا معايا. تمام. طيب وطالما بدات بستارت يبقى وانا مغمض هنتهي بايه؟ هنتهي باند. طيب بعد الستارت دايما، انا هنا بتكلم ان جنرال، انا لسه مش هحل مساله دلوقتي، انا بتكلم هنا على جنرال ستيبس. تمام. او الستيبس بشكل جنرال يعني. فدايما في كل المسائل هبدا بستارت. تاني حاجه وانا مغمض بتيجي مرحله الايه؟ مرحله الانبوت. بتيجي مرحله الانبوت. تمام. طيب تالت حاجه بتيجي مرحله البروسيس. رابع حاجه بتيجي مرحله الاوتبوت. خامس ستيب بتيجي مرحله الايه؟ الاند. دولت هما الخمس او الفايف ستيبس الاساسيين اللي مبني عليهم النوع دوت من الفلو تشارت. يبقى لما تيجي عند الالجوريثم في المسائل بتاعت اللي هي سمبل فلو تشارت، مهما كانت المساله ومهما كانت تفاصيلها وانت بتحلها، لما تيجي عند خطوه الالجوريثم تمام هتبدا بستارت وهتنتهي باند. دايما بعد الستارت بتيجي مرحله الانبوت، بعد الانبوت في بروسيس، بعد البروسيس اوتبوت، اند. احفظها كده. تمام. طيب ومن غير ما تحفظها، هي يعني بالسنس او بالكونسبت. يعني ازاي؟ انا دلوقتي عندي يوزر، واليوزر ده بيستخدم ابلكيشن، وليكن الابلكيشن ده هو الاله الحاسبه. طيب فانت عامل الاله الحاسبه دي عشان تديها ارقام تعمل بروسيس معينه وتطلع لك ناتج، صح؟ طيب السؤال، انت دلوقتي في البدايه لازم ايه؟ هتشغل الاله الحاسبه، حتى لو الاله حاسبه اللي هي الايه؟ اللي هي العاديه، اللي مش الكمبيوترايزد، يعني الاله الحاسبه اللي احنا بنمسكها في ايدينا وبنحل بيها مسائل الماث والكلام ده كله. ففي البدايه لازم تشغلها، بيبقى ليها زرار تشغيل، صح كده؟ طيب لو انت في الكمبيوتر بيبقى ليها ايكون تدوس عليها دبل كليك تفتح او تشتغل، يبقى دي مرحله الايه؟ مرحله الستارت. طيب دلوقتي انت بعد ما شغلت الاله الحاسبه، هل الاله الحاسبه بتطلع لك الناتج الاول ولا انت اللي بتديها الارقام الاول؟ اكيد بتديها الارقام الاول. يبقى هنا ايه؟ يبقى في المرحله الفعليه بتاعه تشغيل الابلكيشن ان انت بعد ما عمليه الستارت بتيجي مع عمليه الايه؟ بتيجي عمليه الانبوت، صح كده؟ طيب بعد ما بتديها الانبوتس، بعد ما بتديها الارقام، بتاخد الارقام وتبدا تعمل ايه؟ تبدا تنفذ بروسيس معينه، ايا كان بقى البروسيس اللي انت طالبها، عمليه ايه؟ اديشن، عمليه مالتيبليكيشن، ديفيجن، ايا كان. ماشي. يبقى بيجي دايما بعد الانبوت عمليه الايه؟ البروسيس. طيب دلوقتي الاله الحاسبه نفذت العمليات وموجوده في الميموري اللي جواها، فانت محتاج تعرفها. هتعرفها ازاي؟ من خلال عمليه عكسيه تسمى الايه؟
تسمى الاوتبوت. طب انت خلاص خلصت الاله الحاسبه، فايه بتدوس على زرار الاوف بتاعها، او مثلا في الكمبيوتر بتقفلها، فانت هنا بعد الاوتبوت بيبقى في مرحله الايه، مرحله الاند. فبالسنس كده او باللوجيك يعني دي الطريقه لما بنستخدم بيها مثلا، يضرب مثال على الكالكوليتور او اي ابلكيشن في الغالب بيبقى ماشي بالطريقه دي. تمام كده يا جماعه؟ طيب انا هنا بتكلم ايه، بتكلم ان جنرال. انا هنا لسه برضو ما اتكلمتش بشكل سبيسيفيك على المساله اللي احنا بنحلها، انا بتكلم ان جنرال. انا باسس لفهمك لطريقه حل المسائل، عشان لما تجيلك اي مساله حتى لو مساله بره المنهج مش موجوده حتى في كتاب المدرسه، فبالتالي طالما انت عندك الكونسبت ومتاسس وعندك اللوجيك اللي بتعرف تحل بيه المسائل، فخلاص اي مساله ان شاء الله هتقابلك هتعرف تحلها. تمام. طيب فانا برضو يعني طالما بتكلم على الجنرال يعني، فتعالوا بقى ايه برضو نوضح حاجه مهمه جدا. ان انت دلوقتي اتفقنا مع بعض ان دي المراحل، مراحل الايه، مراحل الالجوريثم. طيب ان انا ببدا بايه، ببدا بستارت. طيب تحديدا بقى لما باجي احل المسائل، ماشي، نمبر 1 هبدا بكلمه ستارت. طيب نمبر 2 انا هنا الانبوت، انا اقصد بها الانبوت ايه، الانبوت ستيب. يعني انا هنا بتكلم عموما ان تاني مرحله هي مرحله الانبوت ستيب. طيب قال لك في الانبوت ستيب عشان توضح لي ان المرحله دي او الخطوه دي هي خطوه الانبوت، لازم تبدا ب one of 3 keywords. لازم تبدا بكلمه من 3. استخدم لي كلمه input او كلمة read او كلمة enter. اي كلمة من الثلاثة استخدمهم، ابدأ بيهم عشان تعرفني ان انت في مرحلة الانبوت، وبعد كده تستخدم اسماء الفاريبلز اللي انت حددتها تمام كانبوت هيدخل للبرنامج. في الغالب الموست كومن او اكتر كلمه بتستخدم ويعني يفضل خلاص ان انت تثبت عليها، بس هو الاهم ان انت تبقى حافظ ان الثلاث كلمات دولت بيستخدموا في مرحله الانبوت، عشان ممكن السؤال ده يجي لك مثلا كتشويسز كصح وغلط او غيره، ان انت تبقى عارف في مرحله الانبوت بنستخدم كلمه من 3. تمام. لكن الموست كومن او الكلمه اللي احنا بنستخدمها اكتر هي كلمه انتر. خلاص يعني انا برتاح اكتر لكلمه انتر وخلاص. يعني ايه، ممكن تثبتها ان لما تيجي تحل مساله ما تفكرش كتير، استخدم كلمه انتر. ماشي. طيب مرحله البروسيس هي عمليه البروسيس او العمليه او الايكويشن اللي انت بتستخدمها عشان توصل للاوتبوت. واتفقنا مع بعض في الانبوت بس لازم ابدا ب1 of 3 keywords. في الاوتبوت قال لك تبدا ب1 of 2 keywords. تبدا يا اما بكلمه print يا اما بكلمه output. تمام. يا اما كلمه print يا اما كلمه output. وهنا يعني يفضل ان احنا برضو ايه نستخدم كلمه print. وفي النهايه end. لو لسه برضو الحته دي مش مفهومه بالنسبه لك، انا دلوقتي هبدا احل مساله. خلاص يعني ايه، هبدا هنا اكتب الالجوريثم تحديدا اللي هو الخاص بالمساله اللي احنا بنحلها، اللي احنا حددنا فيها الاوتبوت والانبوت والايه والبروسيس او السوليوشن. طيب فانا هنا همسح بقى ايه، همسح الكلام اللي انا كاتبه ده عشان اوريكم ازاي بقى ايه نحل مساله قدامنا. طيب هنا الالجوريثم اتفقنا وانا مغمض هبدا بايه، هبدا بستارت. تمام. طيب انت تاني مرحله اتفقنا مرحله الايه او سوري تاني خطوه، خطوه الايه، خطوه الانبوت. طب قال لك خطوه الانبوت لازم ايه، لازم تبدا بكلمه معينه. فانا هنا مثلا هبدا بكلمه انتر. هبدا بكلمه انتر. طب انتر ايه، ما دي مرحله الانبوت. اسال نفسي وانا هنا الانبوت اللي انا حددته هو ايه، فيرست نمبر A سكند نمبر B. يبقى بالتالي هقول له انتر A and B. يبقى اليوزر هي انتر لان دي مرحله الانبوت فيرست فاريبل A سكند فاريبل B. طيب البرنامج دلوقتي تالت خطوه، خطوه البروسيس او السوليوشن. طب البروسيس او السوليوشن اللي انا حددتها اللي هي عباره عن ايه، C equal A plus B. هروح انا قايل له calculate او compute، او ممكن على طول استخدم كلمه C equal A plus B. تمام. طيب نمبر 4 هي مرحله الاوتبوت. فاتفقنا مع بعض مرحله الاوتبوت يا بستخدم كلمه print يا اما بستخدم كلمه output. فهنا هستخدم كلمه print. هقول له print ايه، خدوا بالكم الاوتبوت بتاعي اللي هو مين، اللي هو السي، لان ده انبوت وده انبوت والناتج بتاعهم متخزن في السي. طب هو اليوزر محتاج يعرف ايه ولا بي ولا سي،
A و B ده هو الارقام اللي اليوزر اداها للبرنامج، لكن هو محتاج يعرف ناتج الجمع ما بينهم اللي هو متخزن في سي. يبقى انا هقول له برنت ايه؟ برنت سي، يعني اظهر الفاليو اللي موجوده في فاريبل سي، اظهرها لليوزر. تمام. وفي النهايه هضغط ايه؟ هضغط ان. طيب هل انا كده حليت المساله؟ لغايه دلوقتي انا ما حليتش المساله. ليه؟ لان هو في النهايه هو طالب مني ايه يا جماعه؟ هو طالب مني فلو تشارت. خلاص. فخلاص هي انا اعتبر حليت المساله. ليه؟ لان هو الفلو تشارت هو ترجمه للي انا كاتبه في الالجوريثم. تمام. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عندنا في ستاندرد سيمبلز بنستخدمهم في الفلو تشارت. فعندنا مثلا عمليات الستارت والاند بنستخدم معاها ايه؟ بنستخدم معاها شكل التيرمينال. خلاص. فانت لو جالك سؤال في الامتحان وهترسم بقى الاشكال، تاخد بالك من ان كل شكل بيستخدم بطريقه معينه. طيب فشكل التيرمينال بنستخدمه ايه؟ للتعبير عن عمليات الستارت والاند. فهنا هرسم الشكل وهكتب جواه كلمه ستارت. تمام. طيب وبعد كده انا زي ما شايفين الخطوات في الالجوريثم انا ماشي ايه؟ ماشي اب تو داون. فبالتالي لما ارسم الفلو تشارت لازم احدد ان انا ماشي اب تو داون. بحدد ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الفلو لاينز اللي هي عباره عن الاروز او الاسهم. فهرسم سهم نازل ايه؟ نازل لتحت. وبعد كده برسم بقى الشكل اللي هو بيمثل تاني ستيب عندي، اللي هي الستيب بتاعت مين؟ الستيب بتاعت الانبوت اللي هو شكل الباراليلوجرام. تمام. طيب وبكتب فيه الكلام اللي انا كاتبه اللي هو كلمه انتر انتر A and B. تمام. طيب وبعد كده هروح عامل ارو وارسم بقى شكل ريكتانجل اللي هو بيمثل ايه؟ بيمثل البروسيس او السوليوشن. طيب فهكتب C equal A plus B. طيب العمليه اللي بعد كده عمليه الاوتبوت. فاحنا اتفقنا مع بعض ان الباراليلوجرام بيستخدم فور انبوت اند اوتبوت. فبالتالي هعمل ارو او سهم وارسم برضو باراليلوجرام مره اخرى وهكتب ايه؟ وهكتب برنت السي. طيب الاند اتفقنا برضو تيرمينال. فبروح جاي عامل رسمه التيرمينال واكتب جواها كلمه ايه؟ واكتب جواها كلمه اند. ماشي. بس انا كده حليت المساله. لو انا حليت المساله بالمنظر ده هاخد الفول مارك. ماشي يا جماعه. طيب ان شاء الله الموضوع يكون سهل. يعني في الاول الطلعه بتاعت بس الالجوريثم او الطلعه بتاعت الفلو تشارت بتبقى في الاول تحسوا انها صعبه ومعقده، لكن لو يعني واحده واحده كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو لقيت برضو في حته واقفه معاك، وقف الفيديو وارجع اتفرج عليه مره تانية لغايه الحته دي يعني اقصد. فهتلاقي الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله. واتمنى ان انت برضو ايه لو حسيت ان يعني ان انت فهمت المساله قبل ما تكمل الفيديو وقف الفيديو وارجع حل المساله مره تانية بايدك. تمام. عشان يعني برضو المعلومه تتاسس بشكل اقوى يعني. طيب تعالوا بقى ناخد كمان اكسرسايز كده عشان ناكد بيه فهمنا للسمبل فلو تشارت. هنا في المساله دي بيقول لي درو ا فلو تشارت تو سولف فيرست ديجري ايكويشن y equal 3x plus 2. طيب ايا كان المساله حتى لو انا مش فاهم بالظبط هو عايز ايه، لان هنا برضو مش واضح زي المره اللي فاتت ان هو بيقول لي تو بروجرام تو كذا. لا هو قال لي يعني درو فلو تشارت. اكيد لي برنامج، بس البرنامج ده هيبقى وظيفته ان هو يسولف فيرست ديجري ايكويشن، والايكويشن ديت هي y equal 3x plus 2. خدوا بالكم المساله دي فيها ميزه حلوه قوي. ايه هي؟ ان هو وفر عليا التفكير في موضوع البروسيس او السوليوشن. هو جابها لي على طول. يعني هنا هو وفر عليا الوقت وقال لي خد بالك ان الابلكيشن اللي انت بتعمل له فلو تشارت بيستخدم البروسيس او السوليوشن دي، لان اي بروسيس او سوليوشن هي عباره عن ايكويشن. خلاص. وهو جايب لي الايكويشن بشكل مباشر. طيب الايكويشن بقى انا اقدر طالما هو جاب لي المساله بالمنظر ده اقدر استخرج منها الاوتبوت واقدر استخرج منها الانبوت. ازاي؟ احنا اتفقنا مع بعض ان اول خطوه عندنا خطوه الايه او اول مرحله البروبلم ديفينيشن اللي بحدد فيها الاوتبوت والانبوت والايه البروسيس او سوليوشن. الميزه بقى ان دولت كلهم اقدر اطلعهم من المساله بشكل مباشر. ازاي؟ اولا البروسيس او سوليوشن خلاص هو ايه؟ هو مديها لي. تمام. اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن y equal 3x plus 2. طيب دي بقى انا عايز اطلع منها الايه؟ عايز اطلع منها الاوتبوت والانبوت. طيب هقول لكم على حاجه بسيطه وسهله قوي، هي رول يعني. احنا عندنا في البروجرامنج اي ايكويشن بيبقى، ومش في البروجرامنج اكيد برضو الكلام ده انتوا دارسينه في الماث يعني، ان اي ايكويشن هي بتبقى تو سايدز. بتبقى حاجه اسمها ليفت هاند سايد، بيبقى في حاجه اسمها ليفت هاند سايد، والناحيه الثانيه بيبقى حاجه اسمها رايت هاند سايد، وما بينهم علامه الايه؟ علامه الايكوال او علامه الايه؟ الاساين دي. تمام. والكلام ده انتوا اكيد دارسينه في الماث. طيب احنا عندنا في البروجرامنج ان دايما الليفت هاند سايد ده اللي بيبقى فيه الاوتبوت. يعني حتى في المساله اللي فاتت كانت ايه؟ كانت C equal A plus B،
واتفقنا مع بعض ان هنا بعمل بروسيس او سوليوشن، والناتج بخزنه في ايه؟ بخزنه في فاريبل. الفاريبل ده اللي هو في النهايه بيمثل ايه؟ بيمثل الاوتبوت. فبالتالي المساله دي طالما قدامي فيها ليفت هاند سايد وفيها رايت هاند سايد، حتى لو جات لي مساله تانية في الامتحان، اي ايكويشن جالك مساله فيه او جالك سؤال في او اكسرسايز فيه ايكويشن، الايكويشن بمنتهى البساطه تقدر تطلع منه الايه؟ الليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. تمام. طيب فبالنسبه لي هنا الاوتبوت هيبقى ايه؟ الاوتبوت هيبقى الواي. طيب هل بقى الرايت هاند سايد ده الانبوت؟ لا، هو بيحتوي على الانبوت. طيب هل الانبوت بالنسبه لي 3x بلس 2، ولا الانبوت بالنسبه لي 3، ولا الانبوت بالنسبه لي 2؟ الانبوت بالنسبه لي ايه؟ ها، انا عايزكم توقفوا الفيديو كده وتفكروا شويه قبل ما انا اجاوبكم عليه. طيب الفكره ان انا دلوقتي عشان اقدر افهم ايه الانبوت، طبعا الانبوت ده انا في النهايه باخده يعني بحصل عليه من مين؟ بحصل عليه من اليوزر. طيب انا دلوقتي محتاج ايه من اليوزر عشان اقدر اوصل للاوتبوت اللي هو الواي؟ انا محتاج اعرف منه الفاليو بتاعت الاكس. بدليل انا هسالكم سؤال، لو جيت قلت لكم دلوقتي بصوا للمساله دي، بصوا للمساله دي اللي هي y equal 3x بلس 2، لو جيت قلت لكم الفاليو بتاعت الواي دلوقتي بكام؟ فكروا كده. اكيد ما اقدرش اعرف. ليه؟ لان انا عندي في الناحيه الثانيه انا عندي unknown value اللي هي الاكس، والاكس عاده بترمز ل unknown، شيء مجهول، شيء مش معروف. طيب لو جيت قلت لك بقى، او قلت لك شيل الاكس وحط مكانها 2، هنا هتقولي لي هشيل الاكس واحط 2، يعني معناها 3 تايمز 2 ب 6 بلس 2 8، يبقى الواي ب 8. طب لو قلت لك شيل الاكس وحط مكانها 3، يبقى 3 تايمز 3 تبقى 9 بلس 2 تبقى 11. فوانس ان انت عرفت الفاليو بتاعت الاكس هتعرفي الفاليو بتاعت الواي. يبقى بالنسبه لي الواي انا خلاص عرفت ان هو الاوتبوت. الحاجه اللي انا محتاج اعرفها من اليوزر عشان اقدر احل الايكويشن ديت واوصل للاوتبوت هي الفاليو بتاعت الاكس. يبقى الحاجه الوحيده اللي محتاج اليوزر يقولها لي هي ايه؟ هي الاكس. يبقى الانبوت بالنسبه لي هو الاكس. خلاص. فكده خلاص حليت المساله. ليه؟ لان انت قلت لكم لما هنيجي نعمل الالجوريزم هيبقى قبلهم بس ستارت وبعدهم اند، والترتيب بس هيختلف. صح كده؟ تعالوا برضو ناكد على الكلام ده. احنا اتفقنا مع بعض لما نيجي ايه؟ لما نيجي نكتب الالجوريزم هبدا بايه؟ هبدا بستارت. طيب تاني حاجه مرحله الانبوت هبدا مثلا بكلمه انتر. طيب الانبوت بالنسبه لي اللي انا حددته في المساله اكس ولا واي؟ هو الاكس. يعني اليوزر من فضلك انا عايزك تقول لي الفاليو بتاعت الاكس. طيب البروسيس او السوليوشن اللي البرنامج هيستخدمهم اللي هو الواي ايكوال 3x بلس 2. صح؟ تعالوا نتاكد كده. 3x بلس 2. طيب الاوتبوت الاوتبوت هيبقى print الواي. طيب و5 هتبقى end. طب الكلام ده هترجمه لايه؟ الكلام ده هترجمه لفلو تشارت، ان انا هبدا بايه؟ بعلامه التيرمينال هكتب جواها ستارت، وبعد كده الباراليجرام انتر اكس، بعد كده بروسيس او سوليوشن هكتب جواها البروسيس او سوليوشن بتاعتي اللي هو 3x بلس 2، بعد كده باراليجرام تاني عشان عمليه الاوتبوت، فهنا هقول له print الواي، وفي النهايه هكتب ايه؟ هكتب end. حليت المساله بالمنظر ده، اخد الايه؟ اخد الفول مارك. ماشي؟ شايفين هنا الموضوع بقى اسهل ازاي؟ ليه؟ المساله الاولانيه كنت باسسك، كنت بحط لك الفاندمنتالز، لكن دلوقتي ايه؟ خلاص انا فهمت. فطالما فهمت هتلاقي العمليه ماشيه معاك ايه؟ سهله وبسيطه ان شاء الله. تمام كده يا جماعه؟ بس فده كده ايه؟ تاني اكسرسايز عندنا. طبعا انا مش هحل كل المسائل عشان الفيديو ما يبقاش اطول من اللازم. انا هديلكم كده ايه اكتيفيتيز كده، حاولوا تحلوها لوحدكم. لو حاولتوا تحلوها وعايزين برضو يبقى عندكم ريفرنس ترجعوا له عشان تعرفوا اجاباتكم صح ولا غلط، فانا ان شاء الله هسيب لكم لينك في الديسكريبشن اسفل الفيديو. اللينك دوت هيبقى فيه فايل فيه كل المسائل بتاعت الفلو تشارت في 3 انواع والحلول او الانسرز بتاعتهم، تقدروا ترجعوا لهم كريفرنس عشان تتاكدوا اجاباتكم صح ولا غلط. فتعالوا نشوف مع بعض الاكتيفيتيز اللي معموله على فيرست تايب اوف فلو تشارت. ده كده اول اكتيفيتي. شوفوا بقى هتصوروه، هتوقفوا الفيديو بقى وتحاولوا تحلوه. ده تاني اكتيفيتي وده تالت اكتيفيتي. طيب دلوقتي خلاص بفضل الله خلصت معاكم اول نوع من الفلو تشارت. تعالوا بقى ننتقل للنوع الثاني. النوع الثاني بقى من الفلو تشارت هو البرانشنج او بين قوسين الديسيجن فلو تشارت. طيب هو ليه اتسمى كده؟ اتسمى كده نتيجه ان احنا عندنا في النوع الاول اتفقنا مع بعض ان البرنامج بيستلم انبوت من اليوزر، يخش على بروسيس، بعد كده يخش على اوتبوت. فالدنيا بالنسبه له ايه؟
الدنيا بالنسبه له ماشيه في خط ستريت، ما فيهوش اي مشاكل خالص. لكن النوع دوت هو بيعتمد على فكره ان البرنامج بيستلم مثلا انبوت من اليوزر، وبعد ما بيستلم الانبوت زي ما اتفقنا بيعمل ايفالويت للانبوت دوت. هديلكم مثال بسيط جدا. انا مثلا دلوقتي هفترض ان انا عايز اعمل برنامج. البرنامج ده فكرته الاساسيه، ان هو يظهر النتيجه للطالب بناء على درجه الطالب. طيب هل السؤال دلوقتي الطالب لو جاب اي درجه فطلع له مثلا نتيجه واحده مثلا ان هو ناجح طول الوقت؟ الاجابه لا. الاجابه ان انا دلوقتي عندي في نتيجتين، في نتيجه يا اما الطالب هيبقى ناجح يا اما الطالب هيبقى فيل او راسب. طيب العمليه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الدرجه اللي حصل عليها. فانا دلوقتي عايز البرنامج مثلا هديله انبوت، الانبوت دوت هو عباره عن المارك او الدرجه بتاعه الطالب. فالبرنامج لما هيستلم المارك او الدرجه بتاعه الطالب، هنا بقى البرنامج هيستلم المارك او الدرجه ويبدا يعمل لها ايفالويت او يقيمها. لو لقى الدرجه دي مثلا greater than or equal to مثلا اللي هو المفروض الحد الادنى او المينيمم يعني للنجاح، وليكن مثلا 50، فبالتالي يطلع كلمه successful. غير كده مثلا يطلع كلمه fail. تمام. فدي فكره الايه، فكره النوع دوت من الفلو تشارت، اللي هي البرامج اللي بتطلع نتيجه بناء على شرط او كونديشن معين. فبنعمل تيست للكونديشن، لو كونديشن بترو بنطلع نتيجه، لو كونديشن بفولس بنطلع نتيجه تانية. فبالفعل اول مساله عندي او اول اكسرسايز عندي بيقول لي درو ا فلو تشارت تو برنت ذا وورد سكسسفول. يعني انا عايزك تعمل فلو تشارت، البرنامج هيطبع او يظهر كلمه سكسسفول في حاله لو الديجري انبوت greater than or equal to 50. يعني بمنتهى البساطه كأن انا عايز اعمل برنامج. البرنامج ده هيبقى فيه تكست بوكس. التكست بوكس دوت مثلا هنا هسميه ديجري. خلاص. وهيبقى فيه مثلا زي باتون او زرار هسميه مثلا ايه، هسميه الريزلت مثلا. والفكره ان اليوزر اللي هيستخدم الابلكيشن دوت هيكتب في التكست بوكس ده الدرجه اللي الطالب حصل عليها. فانا دلوقتي الفكره ان البرنامج ده هبنيه على فكره ان هو لما هيستلم الديجري هيبدا يسال سؤال، لو الديجري دي greater than or equal to 50، فاليوزر لما هيدوس على الريزلت تطلع له كلمه successful. هنا بقى خدوا بالكم في المساله دي هو ما حددليش طب ايه اللي هيحصل في يعني في الايه otherwise، يعني لو الدرجه اقل من كده ايه اللي هيحصل. هو ما حددش، هو اشتغل بس على فكره واحده بس، اللي هو فكره ايه، لو الكونديشن بترو، يعني لو فعلا greater than or equal to 50. خلاص. طيب تعالوا نشوف المساله دي هنتعامل ازاي. وبعد المساله اللي بعدها طب ازاي اتعامل مع فكره بقى طب لو اقل من كده نعمل ايه. ماشي. طيب فبالنسبه لي طبعا البروبلم ديفينيشن هي اول حاجه. فالاوتبوت بالنسبه لي المخرج بتاع البرنامج ان البرنامج هيطبع كلمه سكسسفول. طبعا زي ما اتفقنا هو البرنامج شغال بس على كلمه سكسسفول. والانبوت هو السكور، انا مثلا هديله كفاريبل هديله اسم اكس. والسوليوشن او طريقه الحل ان البرنامج هيشوف والله if لو الفاليو بتاعت الاكس is greater than or equal to 50 the word successful will be printed. طيب نروح بقى للاهم، هو ازاي نطبق الكلام ده على ارض الواقع في موضوع او من خلال الالجوريثم. فمن خلال الالجوريثم اتفقنا مع بعض وانا مغمض لازم ابدا بايه، لازم ابدا بستارت. طيب بعد ستارت مرحله الانبوت او الستيب بتاعت الانبوت. طيب اتفقنا مع بعض في الانبوت هبدا بكلمه معينه وليكن مثلا كلمه انتر، وبالنسبه لي الانبوت اللي انا حددته في البروبلم ديفينيشن هو الاكس. طيب في النوع الاول بقى كنا بندخل على البروسيس، لكن هنا مفيش بروسيس. هنا في ايه، في ايفالويشن، في عمليه ان انا بايفالويت او بتست الكونديشن الخاصه بعمليه او الانبوت اللي انا استلمته. فهنا بقى الايفالويت بيحصل من خلال جمله مشهوره قوي او ستيتمنت مشهوره قوي في البروجرامنج عموما تقريبا في كل لغات البرمجه، ستيتمنت اسمها الاف ستيتمنت. فالاف ستيتمنت ليها طريقه معينه في الكتابه ان انا بستخدمها في حاله ان انا بتست كونديشن معينه، وبناء على الكونديشن دي لو بترو بيحصل حاجه، لو بفولس بيحصل حاجه تانية. فالاف ستيتمنت بكتبها ازاي، ان انا باجي بكتب اف بعد كده اسم الفاريبل، بعد كده حاجه اسمها الاوبريشن او لوجيكال اوبريشن. فهنا هقول له الاف الاكس اللي انا استلمته من اليوزر لو لقيته بجريتر ذان اور ايكوال تو 50، وبنتهي في نفس اللاين بنتهي بكلمه ذن. طيب اللي هيحصل بقى ان لو الكونديشن دي بترو، يعني ذن هنا بتمثل يعني لو بترو، المفروض هيحصل ايه، هيحصل نتيجه معينه. هنا بقى في الاف اخد بالي او في الخطوه دي اخد بالي ان النتيجه بتاعت الاف مش بكتبها في ستيب مستقله، لا انا بكتبها كايه، كحاجه برانش كده او فرع من الايه، فرع من الستيتمنت او الجمله دي.
ففرع يعني ايه او برانش يعني ايه؟ يعني معناها دلوقتي ان انا في ستيب نمبر 3، فبالتالي لما هفتح برانش منها هقول 3.1 print successful. طيب هل هو دلوقتي يحدد ايه اللي هيحصل otherwise؟ يعني لو غير كده ايه اللي هيحصل؟ ما حددليش، هو حدد لي بس هنشتغل على فكره successful. ده معناه ان انا دلوقتي في الحاله الثانيه او غير كده، يبقى معناها ان احنا هنعمل اند للايه، هنعمل اند للبروجرام. يبقى اند هنا دلوقتي بقت في حالتين، في حاله ان برنت سكسسفول هنعمل اند، غير كده برضو هنعمل اند. ماشي. طيب الكلام ده ترجمه بقى ازاي كفلوت شارت؟ ستارت اتفقنا مع بعض علامه التيرمينال بكتب جواها ستارت، بعد كده عمليه الانتر او اللي هو الانبوت يعني من خلال الباراليجرام هكتب جواها انتر اكس. طيب الاف هنا بقى او عمليه الايفالويشن بعملها ازاي؟ من خلال شكل جديد المفروض هنستخدمه بقى في النوع الثاني. الشكل ده اسمه الرومبس. فشكل الرومبس ده هكتب جواه الكونديشن بتاعتي اللي هي x greater than or equal to 50. طيب خدوا بالكم عشان تسهلوا عليكم برضو فهم النوع ده من انواع الفلوت شارت، لما تيجوا عند علامه الرومبس اي حاجه جواه اتعاملوا معاها وكانها كويستشن او سؤال، ان انتوا مثلا كانكم بتقروا ان اللي مكتوب جواه هل الاكس greater than or equal to 50. تمام، كاننا بنعملها كده. طيب الاجابه يا يس يا نو. هنا في المساله دي هو بس مش اشتغل على فكره اليس او بترو. طيب فاللي هيحصل بقى ان انا هطلع من الرومبس ده سهم واكتب عليه يا اما ترو يا اما يس، بس هو الافضل اكتب ترو، وحدد ايه اللي هيحصل او النتيجه اللي هتتنفذ في حاله لو الكونديشن دي بترو. فالسؤال لو الدرجه اللي انا استلمتها من اليوزر اللي هو الفاريبل اللي انا سميته اكس لو جريتر ذان ايكوال تو 50، المفروض ايه اللي هيحصل؟ لو بترو ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البرنامج هيظهر لليوزر كلمه سكسسفول، وطالما هيظهر يعني معناها ده اوتبوت، يبقى بالتالي هكتب ايه؟ اولا هرسم شكل الباراليجرام وهكتب كلمه برنت سكسسفول. طيب المفروض دلوقتي خلاص ما فاضلش حاجه غير ان انا اروح للاند. فالفكره بقى ان انا هعمل اند، سهم طالع من سهم تاني من الرومبس هكتب عليه فولس اند، وسهم تاني طالع من برنت سكسسفول وداخل على السهم بتاع ايه؟ السهم بتاع فولس. ليه بقى؟ لان في قاعده اساسيه في النوع ده من انواع الفلوت شارت ان لازم الاند يدخل لها سهم واحد، ما ينفعش اطلع سهمين او ادخل عليها سهمين او ثلاثة او اربعة، لازم يدخل لها سهم واحد. خلاص. يبقى هنا هتلاحظوا ان انا السهم اللي طالع من برنت سكسسفول مش داخل على الاند، لا داخل على السهم بتاع مين؟ على السهم بتاع فولس ومنه للسهم بتاع الاند. طيب فده كده الحل بتاع الايه؟ الحل بتاع المساله دي. فيعني هنا برضو ايه بيديني ملاحظات الحاجات اللي انا قلتها. تعالوا ناخد بقى نفس المساله بس هنا بقى ايه زودت عليها الاذر كيس اللي هو يعني هنا بقى هشتغل على سكسسفول وفيل. تمام، ان لو الدرجه greater than or equal to 50 هيحصل ايه، لو غير كده هيحصل ايه. طبعا هنا لو الدرجه اكبر من 50 يعني هيظهر كلمه successful، غير كده هيظهر كلمه fail. ففي الحاله دي برضو ان البروبلم ديفينيشن نفس الكلام والسوليوشن، بس طبعا مع يعني ان انا زودت موضوع سكسسفول وفيل. نروح بقى للالجوريثم. اهم حاجه ستارت هانتر الفاليو بتاعت الاكس. هنا بقى هقول له اف اكس جريتر ذان او ايكوال تو 50 ذن 3.1 برنت سكسسفول. طيب خدوا بالكم بقى ايه، انا في المساله الاولى دخلت على الاند على طول. تمام. طيب هنا بقى خدوا بالكم انا عندي هنا اذر كيس او عندي ان المفروض لو عايز اقول له لو غير كده تمام اطبع لي كلمه فيل. طب غير كده دي بكتبها له ازاي؟ بكتبها له ان انا في خطوه جديده نمبر 4 هكتب له كلمه else. else يعني غير كده، غير كده طبعا اللي هو العكس يعني اقل من 50. طيب else بقى هروح مطلع منها 4.1 print fail. تمام، عشان كده سموه برانش جاي من الفروع وبيبان اكتر كمان في رسمه الفلوت شارت. وفي النهايه هكتب ايه؟ هكتب اند. يبقى هنا في المساله دي بقى في اف وتحتها برانش وبقى في else وتحتها برانش. الكلام ده هترجمه ان انا دلوقتي لما هرسم الفلوت شارت ستارت بعد كده انتر اكس بعد كده هدخل على الرومبس هكتب السؤال بتاعي هل الاكس جريتر ذان ايكوال تو 50. دلوقتي بقى في عندي اجابتين يس ونو او ترو فولس. ففي حاله ترو اظهر كلمه سكسسفول، في حاله فولس اظهر كلمه فيل. هطلع منهم سهمين، السهمين دولت في النهايه هيطلع منهم سهم واحد، السهم الواحد ده هيروح لمين؟ هيروح للاند. دي الرسمه المفروض اللي انا اخد عليها الفول مارك لو جالي سؤال زي ده في الامتحان. تعالوا بقى ناخد مسألة تانية. المسألة دي فيها تريكة مهمة قوي وركزوا معايا لأن دي تعتبر مش عايز أقول من أصعب المسائل، ولكن من المسائل اللي مش بتتفهم بسهولة، مش المسائل حتى لو ممكن الرسمة قدامك برضو ممكن ما تبقاش مستوعبها قوي. فأنا المسألة دي هشرحها لكم كده واحدة واحدة، عشان المسألة دي لو أنت عرفت تحلها إن شاء الله بقية المسائل الخاصة بالنوع ده من أنواع الفلوت شارت هتبقى سهلة بالنسبة لك بإذن الله. طيب
المسألة دي بيقول لي draw a flowchart for a program that will calculate the division of two numbers if the divisor equals 0 the message displays undefined. يعني ايه؟ يعني هنا في المسألة دي هو بيقول لي تخيل مثلا ان في برنامج، البرنامج ده هيبقى فيه المفروض ان اليوزر هيسلم البرنامج تو نمبرز، مثلا ده نمبر 1 وده نمبر 2، ومثلا هيبقى فيه بutton، البutton ده لما ادوس عليه يطلع لي الريزلت مثلا في ليبل. ماشي. طيب فالمفروض ان في اليوزر ده هيسبلاي ايه؟ هيسبلاي انبوت اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن التو نمبرز، فهيكتب هنا اني نمبر وهنا ايه؟ اني نمبر. طيب نوع البروسيس او السوليوشن بقى اللي البرنامج هيستخدمها ان هو هيعمل بروسيس او سوليوشن اللي هي عباره عن الايه؟ عباره عن الديفيجن. طيب المساله دي شبه مساله اخدناها في النوع الاول من فلو تشارت، بس هناك كان البروسيس او السوليوشن يعني ايه؟ ان هو كان بياخد التو نمبرز بس كان بيعمل بينهم ايه؟ بيعمل بينهم اديشن. تمام. لكن هنا المساله دي هو هنا برضو البرنامج هيستلم تو نمبرز، بس الفرق ان هو بدل الاديشن هينفذ عمليه ايه؟ عمليه ديفيجن. طيب الطلب الزياده بس اللي طلبه هنا ان هو عايز البرنامج دوت ييفالويت تحديدا الرقم اللي هو بيسموه الديفايزر. طيب ايه الديفايزر؟ احنا عندنا او انتوا يعني لما جيتوا درستوا في الماث، اتمنى ان انتوا تكونوا فاكرين الكونسبت دوت اتعلمتوه في الماث، ان في عمليات الديفيجن احنا بيبقى عندنا في اللاين دوت اللي هو اللي بنقول عليه الفراكشن، وبيبقى فيه رقم بيتقسم على رقم. تمام. فالرقم اللي فوق بيبقى ليه مسمى، بيبقى ليه اسم معين. الرقم ده بيسموه النيوميريتور. تمام. والرقم اللي هو اللي تحت الفراكشن اللي انا بقسم عليه يعني، ده ليه مسمى اخر. المسمى الاخر هو بيقولوا عليه دينومينيتور. صح كده؟ اتمنى ان انا اكون كاتب المصطلحات صح، يعني ممكن بس يبقى خطأ في السبيلنج، بس المهم يعني ايه، اهم حاجه يهمنا بس الكونسبت يعني. فالنوميريتور ده هو الرقم اللي بيبقى above the fraction، واللي هو الدينومينيتور ده الرقم اللي هو بيبقى below fraction. طيب فالفكره ان دلوقتي احنا عندنا قاعده في الماث بتقول ان الدينومينيتور او الرقم اللي هو او الاسم التاني ليه ممكن نقول دينومينيتور او ممكن عليه ديفايزر. تمام. اللي هو بالعربي بيقول عليه رقم المقسوم يعني، او الرقم اللي هو المقسوم عليه. الرقم ده ما ينفعش يبقى زيرو. يعني في النهايه كده احنا عندنا كلنا او كلنا عارفين ان في رول مشهوره قوي في الماث ان انت ما ينفعش تقسم على زيرو. تمام. طيب فهو بيقول لك ايه في المساله دي؟ بيقول لك ان البرنامج ده معمول عشان يديفايد تو نمبرز، بس بيقول لك لو الديفايزر اللي هو الدينومينيتور لو الرقم دوت ايكوال زيرو، تمام، ذا مسج ديسبلاي انديفايند. تمام. طيب المساله دي بصوا عشان نعرف نحلها، خلينا نعمل حاجه. نتخيل المساله دي هو كان طالبها مني في السمبل فلو تشارت في النوع الاول. تمام. فتعالوا نتخيل المساله دي كانت بالمنظر ده. بصوا انا عامل خط ازرق عشان يعني ايه اوضح لكم ان انا اخفيت كلام او اخفيت نص المساله التاني اللي هو من اول كلمه اف، وعملت لكم زي فيرجن منها كده، وكان الفيرجن ده اتطلب مننا في النوع الاول. فتخيلوا معانا ان احنا كنا بنحل مساله في النوع الاول في الفلو تشارت اللي هو سمبل فلو تشارت، ففي النوع دوت كان طالب مني مساله بيقول لي درو ا فلو تشارت for a program that will calculate the division of two numbers وسكت. طيب هنحلها ازاي؟ زي ما حلينا المساله الاولى بالظبط، ان انا هبدا بايه؟ هبدا بستارت. صح كده؟ وبعدين هقول له ايه؟ انتر. انتر بقى يفضل في الديفيجن ان انا هقول له كل نوع على حده او كل نوع في ستيب مستقله. يعني ايه؟ هقول له انتر نيوميريتور. ماشي. وليكن مثلا هسميه ان 1. ونمبر 3 هقول له انتر دينومينيتور، وليكن مثلا هسميه ان 2. تمام. ونمبر 4 هدخل على الايه؟ هدخل على البروسيس. فالبروسيس هتبقى ايه؟ البروسيس مثلا هتبقى وليكن مثلا هسميها اي حاجه، مثلا هسميها وليكن مثلا ريزلت، اي حاجه يعني، ده اسم الفاريبل يعني، equal n1 over او divided by n2. صح كده؟ طيب خدوا بالكم ان احنا عندنا في البروجرامينج او في الكمبيوتر عموما بنستخدم العلامه دي للتعبير عن الديفيجن، مش العلامه دي. تمام. لا سوري انا عكست انا اسف، المفروض العكس.
المفروض ان انتوا اللي انا رسمته ده اللي انتوا بترسموه في الماث. تمام، في البروجرامنج او في الكمبيوتر احنا بنعمل كده ان 1 ديفايد باي او ديفايدد باي ان 2. تمام، مش العلامه دي اللي انتوا بترسموها في الماث. طيب فالمفروض ايه؟ المفروض ان ده كده الايه، ده كده عمليه الديفيجن. طيب وفي النهايه بقى ايه، او سوري 5 بعد كده هيبقى الاوتبوت بتاعي، فهقول له برنت ايه، برنت الريزلت. تمام، وفي النهايه هقول له ايه، وفي النهايه هقول له ان. شكل بقى الفلوت شارت، الفلوت شارت ان انا ايه، هكتب ستارت وبعد كده انتر نيوميريتور اللي هو n1، بعد كده انتر دينومينيتور اللي هو n2، وبعد كده البروسيس اللي هي هتبقى result equal n1 divided by n2، وبعد كده print الايه، print الريزلت، وفي النهايه ايه، في النهايه انت. ماشي، ده كده حل المساله لو هي ايه، لو هي سيمبل. طيب هو جه في المساله بقى الثانيه اللي هو او المساله الاساسيه يعني اللي احنا المفروض بنحلها، اللي هي المفروض هتتحل باستخدام النوع الثاني من الفلوت شارت. هو قال لي وكانك وانت بتحل المساله دي راعي او حط في اعتبارك ان N2 ده اللي هو تحديدا N2 اللي هو الدينومينيتور ده تحديدا ما ينفعش يبقى زيرو. تمام، طيب فلو بزيرو اظهر الرساله لليوزر، قول له undefined. غير كده نفذ عمليه الايه، عمليه الديفيجن وطلع اوتبوت عادي. خلاص، يبقى انا الفكره بقى ان النوع التاني او المساله دي المساله الاساسيه اللي هي بتاعت النوع التاني يعني، هو انا همشي عادي ستارت. تمام، هستلم انتر او هقول له انتر ان 1، يعني هستلم ان 1 من اليوزر، هستلم ان 2. بس قبل ما ادخل على البروسيس انا هنا هايفالويت الايه، هايفالويت تحديدا ان 2. والله لو ان 2 0 طلع لي كلمه ايه undefined وانهي البرنامج. لو غير كده نفذ الديفيجن، اعمل برنت ار واعمل انت. تمام، ازاي؟ تعالوا نشوف. انا هنا دلوقتي بقى ايه، هحل المساله معاكم. فادي البروبلم ديفينيشن، ادي الانبوت سوليوشن. تمام، تعالوا هنا بقى ايه، يعني عشان ما نتلخبطش برضو تعالوا ندخل على الفلوت شارت على طول. الفلوت شارت هيجيب لنا من الاخر. فالفلوت شارت ان انا هبدا بايه، هبدا بستارت وبعد كده ايه انتر نم 1. طبعا هنا سمى نم 1 ما تفرقش معايا الاسامي خالص، انا يفرق معايا الكونسبت. انتر نم 2. ها دلوقتي بقى هل هدخل على زي المساله اللي فاتت، زي السلايد اللي فاتت، هدخل على طول على ان الريزلت ايكوال واعمل عمليه الديفيجن؟ لا، انا عايز قبل ما اقوم بعمليه الديفيجن انا عايز ايفالويت مين، عايز اتست الفاليو بتاعت مين، بتاعت نم 2 تحديدا، لان دي في الماث ما ينفعش تبقى زيرو. خلاص، ففي الحاله دي هروح مدخل الايه الانبوت اللي هو نم 2، هروح مدخله على رومبس واسال هل نم 2 ايكوال 0. يعني انا دلوقتي بعد ما استلمت من اليوزر نم ونم 2 هل نم 1 2 نم 2 ايكوال 0؟ فالاجابه هتبقى يس يا نو، يا ترو يا فولس. طيب في حاله ترو ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل برنت او اطبع رساله او اظهر رساله لليوزر، قول له undefined. الاهم بقى والتركه كلها في الحته اللي جايه، طب لو الاجابه بفولس، يعني لو نم 2 مش ايكوال 0، يعني نم 1 ده نمبر ونم 2 نمبر، في الحاله دي انفذ عادي عمليه الديفيجن، وفي بعد كده اروح اعمل الاوتبوت، وبعد كده اروح اعمل الايه، اعمل الاند، واطلع سهم رايح من البرنت اللي هو برنت انديفايند داخل على السهم بتاع برنت ار، وبعد كده الاند. فالمساله دي من اكتر المسائل اللي فعلا يعني بتعمل كونفليكت للطلبه وما بيقدروش يفهموها بسهوله. فانت عشان تفهمها بسهوله افهمها الاول كسيمبل، وبعد كده قول لنفسك انا الفكره ان انا كانها سيمبل، بس انا هروح حاطط الرومبس في النص عشان خاطر اتاكد ان نم 2 دوت مش زيرو. وبعد كده لو بزيرو اطلع رساله وانهي البرنامج، لو مش بزيرو هنفذ بقيه البروسيس بتاعتي عادي. خلاص. لو عايزين تبصوا على الفلوت شارت فده ادي الفلوت شارت، سوري الالجوريزم، ده كده الالجوريزم. ماشي، بس دي كده المساله ايه، او تاني مساله في الفلوت شارت. طيب وهنا شويه ايه ملاحظات اقروها على راحتكم. في مسائل تانية برضو مش حابب ادخل فيها، هسيب لكم برضو الايه، هسيب لكم السوليوشنز بتاعتها زي ما قلت لكم في الفايل اللي هسيب اللينك بتاعه اسفل الفيديو. تعالوا بقى ندخل على النوع الثالث. دلوقتي بقى هشرح لكم النوع الثالث والاخير في الفلوت شارتس، اللي هو بيتكلم على اللوبس او الحلقات التكراريه. طيب فكره النوع ده من انواع اللوب ان هو بيتعمل لانواع معينه من البروجرامز اللي هي بتعتمد على فكره تكرار تاسك او حدث او مثلا مهمه معينه
او كود معين انا عايزه يتكرر اكتر من مره، وده شائع جدا في انواع كتيره من الابلكيشنز، اشهرها مثلا الجيمز، اشهرها مثلا برامج بتتعامل مثلا مع حاجات متكرره، زي مثلا هفترض ان في برنامج مسؤول ان هو مثلا يبعت مسجز او رسائل للكلاينتس كل يوم بخصوص حاجات معينه. فالبرنامج ده هو مثلا هيشتغل على فكره ان نفس الكونتنت او نفس محتوى الرساله بيتبعت مثلا ل 1000 كلاينت، 2000 كلاينت، لكن بيختلف بس اسم الكلاينت، لكن المحتوى او الكونتنت بتاع الرساله واحد. فبالتالي بدل ما بقعد اكرر الكلام كذا مره، لا هو الكلام بيتكتب مره واحده بس، بعمل لوب او بعمل تكرار للكلام وبس، بشيل اسم الكلاينت واحط مكانه كلاينت اخر وهكذا. فده نوع شائع ومشهور جدا في البروجرامينج اللي هو موضوع اللوبس. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي ننفذ الكلام دوت من خلال الفلو تشارت. هنبدا مع بعض بمثال او باكسرسايز بيقول لي print out the numbers from 1 to 3. طيب هفترض ان انا عايز انفذ الكلام ده بس من غير اللوب، يعني هفترض ان انا مثلا دلوقتي عايز انفذه باستخدام النوع الاول من الفلو تشارت. فهبص هلاقي ان المساله دي لو انا هحلها بالنوع الاول من الفلو تشارت، هبص هلاقي ان يعني هناك في النوع الاول كان الستبس بتبدا الاول بستارت، وبعد كده مرحله الانبوت، وتلاتة مرحلة البروسيس، واربعة مرحلة اتفقنا مع بعض الاوتبوت، ونمبر 5 اللي هي مرحلة الايه الاند او الخطوة بتاعت الاند. ماشي طيب. فهبص الاقي في المسألة دي هو على طول قال لي ايه، قال لي برنت اوت، يعني هو على طول دخل على الايه، دخل على الاوتبوت. فهبص الاقي ان المساله دي ولا فيها انبوت، يعني انا مش هستلم حاجه او البرنامج مش هيستلم حاجه من اليوزر، ولا هينفذ بروسيس معينه، بس اساسي لازم ابدا بستارت ولازم انتهي باند. فهبص الاقي ان المساله دي لو هحلها، هو دلوقتي عايزني اطبع او اظهر الارقام from 1 to 3 لليوزر. فانا عشان احلها فهبدا بستارت وهدخل على print 1، بعد كده print 2، وبعد كده print 3، وفي النهايه end. طيب تحسوا انها سهله وبسيطه صح؟ طيب تخيلوا بقى ان الاكسرسايز بدل ما هقول لك print 1 او print numbers from 1 to 3، هقول لك print numbers from 1 to 100. لا ده كده الموضوع اختلف. تعالوا بقى نحلها كده. print 1 print 2 print 3 print 4، تمام، لغايه ما يغمى عليك ايه من التعب، وممكن ما تكملش توصل لغايه ايه 100. طب حتى لو وصلت ل 100 انت ممكن ايه، ممكن بعد كده طلبت منك 1000، طلبت منك 1 مليون، فالموضوع برضو هيبقى ايه، هيبقى صعب. فالحل التاني والافضل والمور بروفيشنال هو الايه، عن طريق ما يسمى بالانتر اكتيف لوبس او الحلقات التكراريه. فتعالوا نشوف مساله زي دي ازاي نحلها باستخدام اللوب. فمش هقف عند البروبلم ديفينيشن، مش هقف كمان عند الالجوريزم، تعالوا ندخل على طول على الفلو تشارت، لان ده برضو اللي هيجيب لنا من الاخر وهيخلينا نفهم المساله بشكل افضل. فانا دلوقتي عشان ارسم فلو تشارت لحل مساله اللي هي print out the numbers from 1 to 3 باستخدام الفلو تشارت اللي هو خاص باللوب، هبدا طبعا بالطبع هبدا بستارت. طيب بعد ستارت هكريت فاريبل، الفاريبل ده هديله اسم وليكن مثلا ان، وهاساين ليه ستارت فاليو، والستارت فاليو بالنسبه للمساله دي هيبقى نمبر 1. طيب ليه نمبر 1؟ لان المساله قايل لي print out the numbers from 1 ايه from 1 to 3، فبالتالي ايه الماكس الستارت فاليو بتاعتي اللي انا هبدا منها هي نمبر 1، فبالتالي الاساينمنت فاليو او الستارتنج فاليو اللي انا هستخدمها هي ايه، هي نمبر 1. طيب وبعد كده هروح داخل على بس قبل ما ادخل على الرومبس انا هنا بس عامل على الشمال كده بفكركم ان حاليا الفاليو بتاعت الان هي نمبر 1. ماشي طيب. بعد كده هروح داخل على رومبس، والرومبس هسأل فيه سؤال، هل ال n is in less than or equal to 3؟ طيب هو السؤال الأول هنا هو إيه فايدة الرومبس؟ ليه بسأل السؤال؟ أنا بسأل السؤال عشان النوع ده من أنواع اللوب هو ليه ماكسيمم أو ليه end، ليه نهاية، إن أنا عايز أعد from 1 to 3. لأن أنا لو ما حطيتش الرومبس يبقى أنا كده هشتغل على نوع من أنواع اللي هو اللوب بيسموه الانفينيتي لوب، وانفينيتي يعني لا نهايه او الى ما لا نهايه. لا انا اللوب ده مش عايزه يبقى forever، انا عايز اللوب يحصل ان هو يعني ايه ينفذ، يظهر ارقام from 1 to 3 فبعد ال 3 يقف.
تمام. زي بالظبط ايه، لو جبت مثلا لو انت مثلا او انت مثلا بتتمرني في النادي، وجي الكوتش مثلا قال لك ايه، او جه الكابتن قال لك لفي حوالين التراك 3 مرات. هو ما قالكيش لفي للابد، هو قال لك لفي 3 مرات، يبقى هو انت هتلفي 3 مرات، بعد ال3 مرات هتعملي ستوب. تمام. فبالتالي النوع ده من انواع اللوب ايه، ليه نهايه. فطالما ليه نهايه، هنا فايده الرومبس ان انا بسال نفسي هل انا وصلت للنهايه ولا لا، هل أنا وصلت للماكسيمم ولا لا. طيب، ومن هنا بقى جت الفكره بتاعت نمبر 3، لان هو دلوقتي عايزني اعد في 1 2 3، فالنمبر 3 بيمثل النهايه. فانا دلوقتي بادئ ب 1 وداخل على الرومبس، بسال لنفسي هل الان دلوقتي ليس ذان ايكوال تو 3. طيب، احنا اتفقنا مع بعض ان الرومبس ده بسال فيه سؤال وعندي اجابتين، اجابه بترو اجابه بفولس. طيب، فهنا هطلع سهم اللي هو عباره عن الاجابه بترو. فلو الاجابه بترو هقول له ايه، هقول له برنت الان. تمام، يعني اظهر او اطبع او اعمل ديسبلاي للفاليو بتاعت الان. فدلوقتي يعني هفترض ان خلاص الكمبيوتر او السيستم بتاعي او الابلكيشن بتاعي بينفذ الكلام ده، فبالفعل هيظهر لليوزر نمبر ايه، نمبر 1 سوري. تمام. طيب، طبعا نمبر 1 لو انت اتلخبطت ولا حاجه افتكر ان حاليا على الشمال انا كاتب لك الكرنت فاليو بتاعت الان. تمام. طيب، بعدين بقى هروح اعمل عمليه انكريمنتال، او هزود على الان فاليو اللي هي عباره عن ال1. فالان دلوقتي بعد برنت ان هي نازله دلوقتي بكام، ابص على الشمال نازله بكام، نازله ب1. فهزود عليها 1، فبصوا كده على الشمال هتبقى بكام، هتبقى ب2. فالان دلوقتي بعد ما زودت عليها ال1 بقت ب2. طيب، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى ان انا هنفذ عمليه اللوب. يعني ايه اللوب؟ يعني من فضلك لف وارجع تاني وخش على الرومبس، وارجع تاني خش على الرومبس واسال نفس السؤال. تمام. هل ال n less than or equal to 3؟ طيب، قبل ما تجاوب على السؤال فكر نفسك وبص على الشمال، ال n بكام دلوقتي؟ ال n ب n. طيب، الاجابه بترو ولا فولس؟ الاجابه بترو. طالما بترو يبقى هنخش على برنت ال n، فالكمبيوتر هينفذ الكلام ويظهر الفاليو بتاعت ال n اللي هي 2. وبعد كده هندخل على عمليه الانكريمنتال، اللي هي عمليه ان انا هانكريمنت او هزود فاليو على ال n 1. فالان ب 2 لما ازود عليها 1 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 3. طب وبعدين؟ وارجع تاني اعمل لوب، وارجع خش ولف وخش على مين؟ على الرومبس مره تانية، وارجع اسال نفس السؤال مره تانية. طيب، ما زلت بسال السؤال هل الان ليس ذان اور ايكوال تو 3؟ قبل ما تجاوب على السؤال بص على الشمال على الكرنت فاليو بتاعت الان، فالان ب 3، يبقى اجابه السؤال ده بترو ولا فولس؟ اجابه السؤال بترو. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان السؤال ليس ذان اور ايكوال تو، مش ليس ذان بس. فبالفعل دلوقتي ال n ب 3، وبالتالي هي تعتبر equal 3، فالاجابه بترو. فطالما بترو يبقى هنخش على برنت ال n، فالكمبيوتر او الابلكيشن هينفذ الكلام وهيظهر الفاليو بتاعه ال n اللي هي ب 3. وبعد كده هندخل على عمليه الانكريمنتال. تمام، نزود 1، فال n هتبقى 4، يرجع يلف ويخش على الرومبس ويرجع يخش على نفس السؤال. اسال نفسك بقى دلوقتي هل اجابه السؤال دلوقتي بترو ولا فولس؟ اجابه السؤال دلوقتي فولس. ليه؟ لان ال n دلوقتي ولا هي less than ولا هي equal to 3، لا هي greater than. في الحاله دي بقى هنروح عاملين سهم تاني عباره عن الاجابه بتاعت الفولس، وهقول له end للابلكيشن. خلاص، يبقى end الابلكيشن هيحصل لما ايه، لما اوصل لل 3 او اعدي لل 3 سوري. تمام. بس ده ايه في النهايه اللي انا عايز اوصل له، ان في النهايه انا عايز اوصل للايه، عايز اوصل للشكل اللي قدامكم. يعني برضو ايه، همسح الرسمه دي، همسح كده. ده الشكل المفروض ان انتوا ايه، مثلا لو جاتكم سؤال زي ده في الامتحان اللي هو برنت اوت او ارسم فلو تشارت للبرنامج برنت اوت ذا نمبرز فروم 1 تو 3، المفروض ترسموا الشكل ده. تمام. طيب، فانا عارف ان ايه الفلو تشارت يعني مش سهل ان انا استوعبه كده بسرعه، فممكن توقفوا الفيديو، رجعوا الفيديو تاني، مشوا واحده واحده بالراحه خالص وعلى مهلكم، وان شاء الله هتلاقوا الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. خلاص. طيب، ده شكل من اشكال الحل الخاص باللوب فلو تشارت. في لي اوت تاني او رسم شكل تخطيطي تاني بيأدي نفس الغرض، اللي هو الشكل ده، يعني هو نفس الحل، بس الفكره ان انا بدل ما نزلت سهم تحت ورحت مخليت اللوب يبقى ناحيه الشمال، لا انا هنا عملت اللوب يبقى من ناحيه اليمين، ففي النهايه هو نفس الايه، نفس الكونسيبت.
ضروري ان انت تبقى حافظ الشكل ده وتبقى حافظ الشكل اللي قبله، لان انت ما تضمنش في الامتحان هو هيجيب لك انهي شكل فيهم. يعني ما تقولش لنفسك ايه لا انا خلاص انا ده فاهمه وهحفظ ده وخلاص ومش عايز احفظ حاجه تانية. لا، ممكن في الامتحان تتفاجئ انه جايب لك الشكل ده وتقعد تفتكر يا ربي هنا كنت بكتب ايه وهنا كنت بكتب ايه. لا، احفظ الشكل ده واحفظ الشكل ده خلاص، وعود نفسك، لان هو في النهايه انت لو فهمت، الفهم هو الاساس. لو انت فاهم خلاص ما يهمكش اذا كانت الاجابه هتبقى بالشكل ده او بالشكل ده، لان هو في النهايه الكونسبت واحد. خلاص. طيب، عايزين برضو ايه مثلا برضو نعقد المسألة ونخليها مثلا print out the numbers from 1 to 100. اسألوا نفسكم سؤال، المسألة دي او الفلو تشارت اللي قدامي هو حل المسألة اللي فاتت اللي هو print out the numbers from 1 to 3. لو انا عايز احل نفس او احل بنفس الشكل المسألة تبقى from 1 to 100، ايه الحاجة اللي انا هعدل فيها او ايه التعديل اللي انا هعمله في الشكل اللي قدامي عشان احل المسألة دي؟ ها، عايزكم تفكروا او في الفيديو فكروا كده كويس وشوفوا اجاباتكم صح ولا غلط. ها، فكرتوا؟ التعديل في حاجه واحده بس، ان انا كل اللي انا هعمله ان انا هشيل نمبر 3 واحط مكانه نمبر 100. تمام. بس شايفين الروعه بتاعت بقى الفلو تشارت بتاع اللوب، ان انا ما كتبتش مثلا برنت 1 وبرنت 2 كتبت 100 مره ولا 1000 مره. لا، انا شلت بس الماكسيمم نمبر، بدل ما كان 3 حطيت مكانه ايه؟ حطيت مكانه 100. تمام. طيب، تعالوا عشان برضو نستوعب النوع دوت اكتر، تعالوا ناخد مسألة تانية. المسألة دي بيقول لي print write down the algorithm and draw a flowchart to print out the odd numbers from 1 to 10. يعني ايه؟ يعني هو عايز برنامج او ابلكيشن لما ادوس مثلا على زرار يظهر لي الاود numbers from 1 to 10. يعني ادوس على الزرار يظهر لي 1، ادوس عليه مرة تانية يظهر لي 3، ادوس عليه بعد كده 5 7 9، لان دي الاود numbers from 1 to 10. طيب، هعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه اسال نفسي في المساله دي فين الستارت فاليو؟ الستارت فاليو هو ال1. فين الاند فاليو؟ هو ال10. تمام. طيب، هو انا دلوقتي عشان اوصل من 1 to 10 محتاجه انكريمنت كام؟ يعني ال1 ده ازود عليه كام عشان اوصل للاود فاليو اللي بعد كده؟ يعني انا دلوقتي لو بدات ب1 ها محتاج انكريمنت كام عشان اوصل لل3؟ انكريمنت 2. طيب ال 3 انكريمنت او زود عليه كام عشان اوصل ل 5؟ برضو 2. يبقى الانكريمنتال فاليو هي 2. طب برضو عشان نوضحها اكتر تعالوا بقى نروح للفلو تشارت. ادي الستارت، ها الان ايكوال 1. ليه بدات ب1؟ بدات ب1 عشان خاطر انا يعني هو ايه اللي ايه من 1 to 10، واول رقم انا عايز اظهره في الاود فاليوز هو ال1، يبقى هقول له ان ايكوال 1. طيب، وبعد كده هدخل على مين؟ هدخل على الرومبس. هنا هقول له ان ليس ذان اور ايكوال تو 10. ليه؟ لان هو في المساله قايل لي فروم 1 تو 10. ماشي. طيب، بعد كده لو ترو برنت الايه؟ برنت الان، فبالتالي البرنامج هيسمع كلامه وهيظهر 1. طيب، ال1 بقى المفروض ازود عليه كام عشان اوصل لتاني اود نمبر؟ ازود عليه 2، يبقى الان ايكوال ان بلس 2. تمام. فهنا بقى الان ب1 لما ازود عليها 2 تبقى بكام؟ بصوا كده على الشمال هتلاقوها ب 3. تمام. وبعد كده اعمل الايه؟ اعمل اللوب وادخل على السؤال. اجابه السؤال لو بترو برنت الان اللي هو ب 3 ازود عليه 2 يبقى 5، وهكذا لغايه ما اوصل لايه؟ لغايه ما اوصل نمبر 9. تعالوا بقى نوصل كده مع بعض النمبر 9. طيب، دلوقتي الان ب 9 لما يلف ويخش على سوري لما ازود عليه 2 هيبقى بكام؟ هنا بقى في بص انا في الخطوه دي انا دلوقتي خلاص البرنت الان اللي هو 9 وراح داخل على الخطوه بتاعه الانكريمنتال. في الخطوه بتاعه الانكريمنتال لما ننفذها او الابلكيشن ينفذها ويزود 2 على ال9 الان هيبقى بكام؟ هيبقى ب 11. طيب، لما الان تدخل على الرومبس وندخل على السؤال اللي هو ان ليس ذان اور ايكوال تو 10، هنا اجابه السؤال بترو ولا فولس؟ اجابه السؤال بفولس. طالما فولس يبقى نعمل ايه؟ اند الابلكيشن. يبقى كده خليت الابلكيشن يظهر الارقام فروم 1 تو 9 وبعد كده يعمل اند. ماشي. طيب، عايزكم بقى ايه برضو؟ ادي المساله وادي اللي اوت التاني. المساله شبهها بالظبط بس هنا بيقول لكم ايه؟ اظهروا الايفن. خلاص، دي بقى هتحلوها لوحدكم برضو. تقدروا ترجعوا للريفرنس اللي انا هسيبه لكم في اللينك في الديسكريبشن، وهتلاقوا برضو مسائل تانية بصوا عليها. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ده. يا رب يا رب تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. وما تنسونيش في الدعاء لو انا فعلا كنت سبب في استفادتكم، وان شاء الله سبب في نجاحكم باذن الله بعد فضل ربنا في المقام الاول واهم حاجة في الدنيا. فشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.